السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير دايما وفي أفضل حال. النهاردة بإذن الله تعالى فيديو جديد، طريقة تحضير مينيهات فاجي نوتيلا أو ميني فاجي بكريمة النوتيلا. حاجات زي ما حضراتكم شايفين كده شكلها تحفة، بإذن الله تعجبكم لما تجربوها، وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد لحضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما كل الفيديوهات بنحاول بقدر الإمكان إن احنا ندور على الحاجة اللي تكون سهلة وبسيطة والناس تقدر تحضرها بسهولة بدون أي إمكانيات كبيرة. يعني في ناس كتير جدا بتشتغل من البيت أو ناس بتحب تجرب الوصفات في البيت، فبتكون الإمكانيات بتاعتها ضعيفة شوية. مش حيث مش إمكانيات مثلا إنك مش شيف مثلا أو كده، لأ، إمكانيات كمعدات وكحاجات كتير جدا بتكون متوفرة في أماكن كتير زي أماكن الحلواني. فعشان كده إن احنا بنحاول زي ما قلنا نوفر أقل مثلا إمكانية ممكن نطلع أفضل حاجة أو أفضل شكل ممكن نعمله. وزي ما اتكلمنا قبل كده كتير احنا بنشتغل بكريمة سايلة، أي نوع كريمة سايلة ممكن حضراتكم تشتغلوا بيه أو كريم شانتيه مفيش أي مشكلة. احنا بنضرب الكريمة عشان نعمل كريمة نوتيلا، بنضربها بدون سكر عشان ما يبقاش الطعم مسكر زيادة عن اللزوم. يعني هنا الكريمة ضربنا 400 جرام كريمة سايلة، 400 جرام كريمة سايلة. يعني لو هنضرب مثلا شانتيه هنضرب 150 جرام شانتيه عليهم 250 جرام مية، هيدونا الإجمالي الوزن اللي هو 400 جرام بدون سكر. عموما في السكر اتكلمت كتير ان احنا لما بنشتغل بحاجات مثلا كريمات غالية زي مثلا كريمة براتوس او لاكتوفيل او اي الكريمات العالية دي، لما بنزود فيها السكر طعم نوعية الكريمة نفسه بيقل. كمثالا يعني مثلا ايه، السكر او الحاجة بتبقى مسكرة زيادة عن اللازم، في الاخر ما بنعرفش نستطعم نوعية الكريمة نفسها او جودة الكريمة نفسها. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما الكريمة فارت معانا في المضرب، نزلنا عليها ب500 جرام جناش و500 جرام نوتيلا. الجناش دايما اللي بنلون بيه عشان يدينا لون غامق لازم نستخدم نوعية شوكولاتة غامقة. يعني مثلا لو اشتغلنا بشوكولاتة سما حليب عملنا بيها جناش هناخد طعم كويس جدا، ولكن مش هناخد لون. يعني انا مثلا ممكن يبقى عندنا كل حاجة من الانواع الشوكولاتات، كمثالا اني مثلا هشتغل الشوكولاتة مثلا في الفينش، او شوكولاتة مثلا يعني بطعم بيها حاجة معينة فبشتغل مثلا بشوكولاتة سما حليب. ولكن عشان اخد لون شوكولاتة غامق وطعم شوكولاتة يكون ظاهر معايا فبشتغل بانواع الشوكولاتات زي كلاسيك او فيينا، فدي بتدي لون اغمق للجناش. وكمان زي ما قلنا بنضيف النوتيلا عشان تطعم معانا الكريمة. ممكن كمان ان احنا نستغنى عن النوتيلا ونشتغل مثلا بتلوين الجناش ونجيب مثلا زيت او اسانس البندق نطعم بيه. يعني في ناس بتشتغل كده في انواع الكريمات اللي زي كده اللي هي ممكن تكون بطعم النوتيلا مثلا، فهنا بنستخدم الاسانس بتاع البندق. وكده كده اللون بتاع الكريمة بيكون غامق، فنقطتين من اسانس البندق هيدي معانا طعم النوتيلا. ما نزودش منه لان طعمه لما بيكون زيادة في نوعية الكريمة ما بيبقاش كويس. عشان كده دايما ممكن ايه الشغل بتاعه بيكون حساس شوية. بيدي معانا او طعم او ريحة البندق في الكريمة وبيكون طعمه كويس. زي ما حضراتكم شايفين كده بنشتغل بيه الفورمة زي ما حضراتكم شايفين اي مقاس ممكن نشتغله. هنا الفاكيوم ده فاكيوم بيكون ذهبي زي ما حضراتكم شفتوه. وكمان الفاكيوم ليه بيشتغل على الوشين، يعني ممكن الوش ذهبي الوش التاني مثلا سيلفر او رصاصي، فبيكون ايه ليه وشين. ما بنديش فيه شوكولاتة زي ما حضراتكم شفتوه كده بيكون شكله كويس جدا في الشغل اللي زي ده. موجود انا جايبينه من المنشية. يعني ممكن نشتغل بيه او ممكن نشتغل بيه الفاكيوم اللي هو الشفاف ونديله مسحة شوكولاتة خفيفة، شوكولاتة تكون واخدة زيت عشان ما تتكسرش معانا لو احنا حابين نعملها بيه الشوكولاتة. ولكن هنا الفاكيوم كويس جدا. مهم جدا ان احنا نكبسها كويس في الفاكيوم
عشان تكون مسطرة تكون مظبوطة، احنا عملنا الطبقة اللي تحت سليمة والطبقة اللي فوق سليمة، وبعدين طبعا في الطبقة هما 3 طبقات. الطبقة اللي في الوسط بنلم فيها اللي هي ايه بقية، ان طبعا القطاعة لما بنقطع دواير بيخرج معانا هدر في الكيك الفاج، فدي بتكون ايه بيتلم في الوسط زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا الفادج طبعا لازم ان احنا لما نشتغل بالمنيهات فاكيد هنشتغل بصاج من الصاجات اللي هي بتاعة الفادج، فبالتالي هيكون صعب ان احنا مثلا نعمل كمية كبيرة زي مثلا ما بتشتغلوا التورت او زي ما الناس بتشتغل التورت. التورت ممكن بيعملوها في الاطواق، التورتة بتتفتح على 3 4 رقات وبعدين بتتحشى، ولكن هنا الكمنيهات الموضوع بيكون زي ما حضراتكم شايفين كده شغلها. وهي في النهاية بيكون كيك الفاج نفسه طعمه بيكون كويس وبتتاكل بالمعلقة، فبيكون الموضوع بسيط زي ما حضراتكم شايفين كده. الكبسة اللي في الفاكيوم دي بتخليها تتماسك معانا في الفاكيوم ده الستيكر. بعد ما بنخرجها بقى من الفورمة بنشتغل بقى ايه بنلزقها بالستيكر. متاح من الاستيكرات ديت ان احنا ممكن نعمل بيها مثلا، بتكون متوفرة مش لازم ان احنا نطبعها بالاسم، ولكن ممكن بيكون في منها متوفر عند بتوع الخامات. استيكر مثلا مكتوب عليه نوتيلا او روشيه او اي حاجة، فيه انواع كتير يعني. هنا دي طريقة السوست اللي حضراتكم شفتوها في الفينش. الموضوع بتاعها بسيط جدا وسهل زي ما حضراتكم شايفين. اي قطعة فاكيوم كده مثلا الطول بتاعها هنقصها على 20 سنتي، وبعدين نفرد عليها شوكولاتة. يعني الشوكولاتة مثلا زي سما حليب كده انا بشتغل بيها فبتكون خام، يعني مجرد ان احنا لما بنمشي عليها بالسباتولا كده زي ما حضراتكم شايفين هي بتشد. يعني انا كده ببردها بسرعة ان هي تشد معايا بسرعة، مش هتكمل دقيقة وهتشد معانا، مش هتشد لدرجة ان هي تكون شدت خالص، لا يعني حاجات بسيطة جدا. وبعدين هروح جاي ساحبها بالمشط هتشوفوه حضراتكم. فدي بتدي معانا شكل اسمه بنقول عليه في الشغل كده السوست، اللي بتتحط فوق القطع بيكون شكلها بسيط بالفتحات اللي هي زي ما حضراتكم شايفين كده. بنسحب الورقة وبعدين هنرفعها بحرف السكينة هنلفها هتدي معانا شكل السوست. بيتحط فوق قطع جاتوه فوق التورت. بتكون اشكال كتير جدا من ضمن الاشكال اللي بتتعمل للفينش او للتزيين زي ما حضراتكم شايفين هنا كده بالظبط. وبعدين بنلفها وبنسيبها هي هتشد بقى ايه، يعني 3 4 دقايق هتكون شدت. في الجو ده لو احنا في الصيف بندخلها التلاجة مجرد دقيقتين هتكون شدت معانا وهنشتغل هنزين بيها. هنا ممكن في بعض الناس ما بتعرفش تبشر الشوكولاتة، خصوصا ان البلوكات الشوكولاتة بتكون جاية جو طبعا ساقع جدا، فالموضوع بالنسبة لهم بيكون صعب. هنا الطريقة ديت هتريحكم جدا في بشر الشوكولاتة. اللي هو بنفرد الشوكولاتة ممكن لو على الرخامة، يعني مش شرط ان احنا نفردها مثلا على البلانشة اللي زي حضراتكم شايفين كده، لا مش مشكلة. هي لو اتفردت على الرخامة اللي احنا بنشتغل عليها تكون بنفردها حاجات يعني رفيعة جدا خفيفة جدا، وبعدين هنسحبها بالمقطع. ما نحاولش عشان الشوكولاتة ما تخرجش معانا لونها مطفي ان احنا نلمها من على الرخامة ونفردها تاني. يعني انا زي ما حضراتكم شايفين كده ما بلمش الشوكولاتة، انا بفرد فيها بوزعها، لكن ما ينفعش المها وارجع افرد تاني، المها وارجع افرد تاني لون الشوكولاتة هيطفي معانا لما نيجي نبشرها. زي ما حضراتكم شايفين كده هي بتتبشر معانا بطريقة سهلة. لو على الرخامة هتكون افضل بكتير جدا من الطريقة ديت، لان البلانشة مع اللم بالمقطع فبتجري، لكن على الرخامة هتشد معانا بسرعة. هيكون الموضوع بسيط جدا وسهل جدا ان احنا لو بنشتغل مثلا التورت البلاك فورست او بنبشر الشوكولاتة مثلا لكبات او حاجة، فالموضوع هيكون بسيط. زي ما حضراتكم شايفين كده في النهاية احنا الفادج بتاعنا هنضيف من نفس نوعية الكريمة اللي احنا عملناها في الفينش روزيتات، وبعدين هنضيف عليها القطع البندق، او ممكن نشتغلها مثلا اي فينش حضراتكم حابين تعملوه. هنا انا قسمت البندق انصص وبعدين حطيته رصيته عليها مثلا، وهنحط السوستة اللي هي بتاعة الشوكولاتة اللي عملناها واللوجو. زي ما قلنا برضو في لوجوهات مثلا اللي هي بيكون مكتوب عليها نوتيلا، دي بتكون استيكرات
وكمان برضو في منها لوجو. يعني في الحاجات ديت، الاشكال دي بقت موجودة بالاطعمة اللي ممكن ان احنا بنعملها زي النوتيلا او الروشيه او الرافاييلو. حاجات كتير جدا موجودة هنا. السوست زي ما حضراتكم شايفين كده، ممكن السوست دي بيتقص منها لو احنا مثلا كسرنا حتتين من الاول ومن الاخر، لو حابين ان احنا نصغرها شوية. يعني دي الموضوع سهل. لو مثلا بنشتغل الميني او على قطعة الجاتو بتتحط زي ما هي، او بنحط مثلا 4 5 وحدات فوق التورت، بنزين التورت. ألعاب شوكولاتة بتكون بتسهل علينا كتير جدا في الشغل، وكمان بتوفر معانا من الحاجات اللي ممكن الناس اللي ما بتعرفش تشتغل مثلا حاجات زي كده، ممكن بقى بتجيبوا بيعتمدوا على البسكوتات الجاهزة، الكيتكات او الحاجات ديت. فدي الالعاب دي اللي هي الشوكولاتة بتوفر كتير جدا. اتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، وبعتذر لو كنت طولت عليكم في الفيديو. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، وبشكركم جدا على المتابعة. في رعاية الله. مع السلامة.